مسألة الهمة هي الهمة يعني النشاط للعبادة، وأصل ما في سلوك بدون همة. الهمة للسالك زي الدابة للمسافر، بدون همة ما في سلوك. والهمة معناها النشاط للعبادة والشعور بالتقصير دائما، دي سميت همة. وهمة السالك بتنشحذ وبتندكم وتموت برضو، وفي أعمال كثيرة لشحذها، وذكروا الإخوان منها تقليل الطعام والطعام الحلال، وتقليل المنام، وتقليل الكلام، ومراقبة السلوك في اليوم، كف الأذى عن الناس. الأذى عن الناس ما يوفق في الأذى للناس لا يوفق للعبادة بالمرة. إذا كان الإنسان بيؤذي الناس دائما بيكون همته فاترة في العبادة، ودائما نشاطه للخير يقل. دي اعتبارات تشحذ الهمة. وصحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، ودي قال عبد الرحيم من حكم ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله. ينهضك يعني يجعل لك همة، لأنه عنده همة. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. صحبة الغافلين والأشرار والما عندهم همم أكثر ما يقتل الهمة، ما يخلي الإنسان يكون عنده توجه وحرص على الخير. صحبة الأخيار يجي الخير منها، والأخيار هم السالكين والعندهم همة والعندهم تطلع والماشيين لله دائما. ديل بمصاحبتك لهم تجد الخير، وبتوجه هممهم لهمتك زي اللي ادوها ماس، كأنه من قوة تلقى انت القوة، وتشكو لهم حالك. قبيل قلنا ما تنطوي، صاحب الأحسن منك. إذا كان خرجت أنت من حالة عدم همة عدم سلوك لحالة سلوك، الناس الكتم صاحبهم زمان ما تمشي لهم. الكتم صاحبهم في أيام الغفلة ما يكونوا أصحابك في أيام اليقظة، حتى يقولوا قاطع لمن واصلت أيام غفلة فما واصل العزال إلا مقاطع. لما تمشي مع الخيرين وتنفتح عليهم وتشكو لهم مشاكلك، توجههم لله يعينك. وعندنا في قصيدة طويلة عن محمد عبد الله للشيخ عبد القادر: لأهل الوسل أشكو الكسل. يقول في محل تاني: أشكي العيا وحالة النيا. أشكي العمى اللي قمى. دي كلها همم. العمى يعني عمى البصيرة، والكسل يهول عدم الطاقة للعبادة والنهوض لها. شكواه دي كلها تجد الاستجابة من الناس اللي بيشكوا لهم، لأنهم عندهم همم وهم كرام بها، يتوجهوا لله. وهسع محمد عثمان في شكواه قال كلام طيب جدا، قال: بفضل الله ثم ببركة اجتماع الإخوان يرجو أن يجتاز المرحلة دي. فما اتخذ هو بدايات طيبة في الاتجاه. أولا أن يشعر بأن همته في العبادة ما في المستوى المطلوب، لأنه هو طامح. نحن نعرف أنه عنده همة وسالك سلوك مجود، لكن لأنه عنده طموح أكثر مما واجد. مجرد شعورك بأنه همتك فاترة وعملك ما كفاية، ده ذاته همة. مجرد شعورك بنقص همتك همة. ثم توجهك لله وتوجهك لبركة الإخوان هو ما قلناه عن الشكوى، وده يداركك الفضل وتداركك النجدة، لأنه الإخوان فزاعين دائما بيفزعوا العاطل والضال. وافتكر أنه دي تكفي في موضوع الهمة.